هلا، شلونكم؟ اليوم نسوي، ولو صار لنا هواية مطولين وياكم احنا ما مسوين ورقة جديدة. اليوم راح نسوي باقلة خضرة، ورقة باقلة خضرة. كل اللي محتاجين احنا باقلة حسب ما انتو تريدون، كيسين. انا فاتحة كيسين من هاي الباقلة الخضرة المجمدة مقشرة، ولحم حسب رغبتكم، مش قد ما تريدون تخلوه خلوه. اني لحم عجل وقطع او غنم يصير ابو العظم، وشبنت اذا عندكم فريش يكون افضل، واذا ما عندي اني فريش مجمد. كل هاي المكونات موجودة، ومعجون طماطة، ثوم مبروش وشوية مقطع وياه، فلفل اسود، شوية كاري وملح. والملعقة اللي استخدمتها المعجون هاي 3 ملاعق، والملعقة اللي استخدمتها الفلفل الاسود 1 نص حسب رغبتكم الملح، والثوم هم حسب الرغبة، كل الموجود حسب الرغبة. اول ما نبدي بالمكونات نخلي اللحم. هاي جربته، الزيت عندي صار حار. هاي عندي بعد ما يحمس شوية اللحم نخلي عليه الباقلة، واخلي عليه التتبيلات بدون المعجون والشبنت، واخلي كله يتمكس مع بعض. بعدين اخلي المعجون واضيف له المي. بعد ما ينزل السوائل اللحم ويرجع يبقى بس الزيت، نخلي الباقلة عليه، ننزل الباقلة عليه. بعد ما مكسته هيجي اخلي البهارات عليه، وبعدين انزل المعجون. احاول انزل الثوم والبهارات، واخر شيء المعجون، مو مشكلة. حتى ياخذ وياه شوية حمسة، ونخلي الشبنت هم حتى يتقلى وياه ينطي نكهة، واخر شيء نخليه. وبعد ما صار هذا شكله النهائي، ورا ما قليناه شوية بخار، نخلي المعجون ونضيف المي عليه. وهاي بعد ما تجانس ويا المعجون الطماطة نخلي المي لحد ما يغطي. وانتو شلون سماكة المرقة تحبوها؟ انا احبها ثخينة، فما اخلي مية هواية. انطيها هسه مجال شوية تفور، وبعدين انصي النار واخليها فد نص ساعة حتى اللحم يتسبك اكثر ويستوي اكثر، والف عافية. ورجعنا لكم، وهاي اللمسات الأخيرة. نجي نصب